في ناس لما تشوفها تقول عليهم طيبين وهاديين، غامضين شوية لكن ملهمش في المشاكل، بس الحقيقة ممكن تكون أبشع بكتير من اللي ممكن نتخيله. تخيل إن في راجل عايش وسط الناس، متجوز، عنده ولد، وبيشتغل وبيتحرك في المجتمع عادي جدا، ولكنه في الخفاء كان بيعيش حياة مختلفة تماما، حياة مظلمة مليانة دم وتعذيب ورعب. ميشيل فورنيه واحد من أكتر القتلة المتسلسلين بشاعة في تاريخ فرنسا كلها، وراه جرائم مرعبة. الضحايا بتوعه من البنات الصغيرين والمراهقات واللي اختفوا بدون أثر، لحد ما اكتشف العالم الحقيقة الصادمة لحياته. في الحلقة دي من كريمنال بالعربي هنغوص في أعماق عقل الوحش ده، هنكشف إزاي بدأ وإزاي نفذ الجرائم بتاعته، وإزاي الشرطة في الآخر عرفت تتوصل ليه، وكمان هنكشف الجانب المرعب والخطير اللي لعبته مراته مونيك أوليفيه في الجرائم دي. استعد معايا النهاردة لحكاية مرعبة عن قاتل مريض وامرأة أخطر منه، وطفولة بنات صغيرة بريئة انتهت في لحظة. أنا محمد موافي وانت بتتفرج على كريمنال بالعربي. ميشيل فورنيه كان راجل فرنسي عنده 62 سنة، شغال حارس غابات وعايش في قرية نائية اسمها سارت كاستين، عدد سكانها تقريبا 150 فرد فقط. كان عايش هناك مع مراته مونيك أوليفيه وابنه الصغير، وكل الناس شايفاهم عيلة بسيطة وهادية عايشين وسط الريف الفرنسي. ولكن اللي محدش كان يعرفه إن فورنيه كان بيخبي وراه تاريخ مظلم جدا. القصة دي بدأت سنة 1987. ساعتها فورنيه كان عنده 45 سنة، كان ساعتها محبوس في سجن فيلوري ميروجي. هناك اتعرف على مونيك أوليفيه اللي كان ساعتها عندها 38 سنة عن طريق إعلان نشره في مجلة كاثوليكية اسمها بلرين. الإعلان كان بيقول إن هو بيدور على واحدة تراسله، وبالفعل مونيك أوليفيه ردت على الإعلان دوت، وبدأوا يبعتوا لبعض جوابات أكتر من 200 جواب في خلال 10 شهور فقط. وبعد كده طلب منها الجواز وهي وافقت، ولكن مونيك أوليفيه كانت عارفة كويس قوي هو ليه محبوس. كان متهم باعتداء جنسي على بنات صغيرين، وبالرغم من كده قررت إنها تكمل معاه، وكأنها كانت متقبلة كل شيء، أو يمكن كانت شريكة في اللي هيجي. في خلال المراسلات بتاعتهم في ال10 شهور دول، مونيك أوليفيه كانت عارفة ميشيل فورنيه مسجون في إيه بالظبط. الموضوع ما كانش غلطة أو سوء تفاهم، لا، هي عارفة إن هو اتسجن في اعتداءات جنسية على بنات صغيرين، وبالرغم من كده فضلت تبعت له وتكلمه وتشجعه لحد ما طلب منها الجواز ووافقت بدون أي تردد. الموضوع ما كانش قصة حب رومانسية زي اللي بنشوفها في الأفلام، دي كانت بداية لتحالف مرعب بين اتنين عندهم استعداد يعملوا أي شيء بدون أي ذرة رحمة. المفروض العلاقة دي تكون إنذار، ولكنها بدل ما توقفه كانت هي المفتاح اللي فتح له باب أكبر للشر، واللي كان بسبب الاعتداء الجنسي على فتيات صغيرة في السن. تخيل إن ميشيل فورنيه ما اكتفاش إن هو يخطف ويقتل، ده حرفياً كان بيوثق كل شيء من آثار تعذيب ومراحل التعذيب والقتل لكل الضحايا، وبرضه كان مسجل أوصاف دقيقة عن كل الضحايا بتوعه. وكأن الجرائم اللي كان بيعملها دي إنجازات هو بيعتز بيها، وكأنه بيكتب تاريخ بشع بإيده. الرسائل اللي ما بين ميشيل فورنيه وأوليفيه كانت سوداوية ومنحرفة جداً، وكشفت عن هوس فورنيه بالعذرية. هو بيقول إن هو شاف رؤية لمريم العذراء لما كان عنده 12 سنة، ومن ساعة الرؤية دي وهو بقى مهووس بفكرة العذراء. أوليفيه وعدته إن هي اللي هتلاقي ليه العذراء، في المقابل ميشيل فورنيه يقتل لها زوجها السابق اللي كان بيسيء ليها، ولكن دي حاجة ما حصلتش. وفي أكتوبر 1987 ميشيل فورنيه خرج من السجن. تعالوا نشوف مين أول ضحية لميشيل فورنيه. القصة ابتدت في 11 ديسمبر 1987 بعد شهرين فقط من خروج فورنيه من السجن، لما لقوا أول ضحية إيزابيل لافيل كان عندها 17 سنة، وبدأ الثنائي الشرير خطتهم. فورنيه نزل من العربية اللي كان سايقها مع أوليفيه علشان يديها مساحة إنها تقرب من إيزابيل وهي راجعة من المدرسة، وتعرض عليها إنها توصلها لبيتها. وهم سايقين قابلوا فورنيه اللي اتظاهر إنه راجل مسافر وبيطلب مساعدة. كانوا عارفين إن إيزابيل هتتردد إنها تركب العربية لو فورنيه كان موجود جوه العربية، وإنها تحس بأمان أكتر مع أوليفيه. أوليفيه أجبرت إيزابيل إن هي تاخد مهدئ اسمه ريهبنانول، وده مهدئ بيخلي الضحية تفقد أعصابها، وبعدين أخدوها ورجعوا البيت بتاعهم. فورنيه كان مخطط إن هو يغتصب إيزابيل فقط، ولكن واجهته مشكلة جنسية. أوليفيه هنا عملت له أفعال جنسية تساعده وتشجعه، وبالفعل قدر إن هو ينفذ خطته. بعد كده فورنيه خنق إيزابيل ورمى جثتها في بير مهجور في قرية اسمها بوسي أون أوث. البقايا وجثة إيزابيل اكتشفوها بعد أكتر من 18 سنة، بالتحديد يوم 11 يوليو سنة 2006.
تعالوا نشوف الضحية اللي بعد كده اللي هي فابين لوروي. في تاريخ 3 أغسطس 1988 فورنيه وأوليفيه اتجهوا لسوبر ماركت موجود في شالون، وقابلوا هناك فابين لوروي اللي كان وقتها عندها 20 سنة. فورنيه ظاهر إن مراته أوليفيه تعبانة وطلبوا منها إنها تساعدهم إن هم يلاقوا أقرب عيادة. فابين ركبت معاهم في العربية وسابوها في غابة بعيدة في مورمولون لجران. فورنيه اغتصبها وبعدين ضربها رصاصة في صدرها ببندقية صيد. لقوا الجثة بتاعتها بعدها بيوم، يوم 4 أغسطس 1988. الضحية اللي بعد كده هي جان ماري، واللي تم دعوتها لبيت فورنيه وأوليفيه بعد ما قابلها فورنيه في قطار رايح لشارلفيل، وكانت هي قاعدة وساكنة في دير. أول زيارة ليهم في البيت ما حصلهاش أي حاجة، ولكن الزيارة التانية للأسف كلفتها حياتها. في الليلة دي فورنيه ابتدى يسأل جان ماري عن حياتها الجنسية وهل هي عذراء أو لأ. جان ماري كانت متضايقة ومستاءة جدا من الأسئلة دي وحاولت تخرج من البيت ده، ولكن فورنيه وأوليفيه هجموها، ثبتوها وربطوها وحطوا شريط لاصق على بقها علشان تسكت، وبعدين استمروا في خنقها. بقايا جان ماري اكتشفوها لما لقوا في عظمة طالعة بره كيس زبالة في يوليو سنة 2004، وده كان في عقار تاني بيملكوه عبارة عن قصر في دون شيري. الضحية اللي جاية لفورنيه وأوليفيه هي إليزابيث برجيت اللي كان عندها 12 سنة. فورنيه شافها وهي رايحة لبيت صاحبتها، فضلوا ماشيين وراها وفضلوا مستنيين قدام البيت لمدة 3 ساعات لحد ما طلعت. في الوقت ده فورنيه وأوليفيه كان معاهم ابنهم الصغير اللي اتولد في 9 سبتمبر 1988، يعني بعد 9 شهور من مقتل إيزابيل لافيل اللي هي كانت أول ضحية. واستخدموا الطفل ده علشان يستدرجوا إليزابيث للعربية بتاعتهم، وقالوا إن ابنهم مريض ولو تقدر تساعدهم إن هم يلاقوا دكتور. لما إليزابيث دخلت العربية أخدوها على البيت وربطوها في سرير جوه أوضة. لما فورنيه حاول يعتدي عليها لاحظ إن هي كانت فترة الحيض بتاعتها وطلب من أوليفيه إنها تساعده. بعد كده أوليفيه ساعدته إن هي غسلت أعضائها التناسلية، وبعد كده فورنيه اغتصبها ونفذ المخطط بتاعه. في اليوم اللي بعد كده فورنيه أخد إليزابيث للقصر بتاعهم واعتدى عليها تاني، وبعد كده خنقها لحد ما ماتت. لقوا جثة إليزابيث في حفرة في البيت على عمق 3 متر، وده كان في شهر يوليو سنة 2004. وساعتها كانت لسه لابسة جاكيت المطر الوردي اللي كان موجود عليها يوم ما تم اختطافها. الوقت ده الشرطة استغربت جدا إزاي فورنيه وأوليفيه قدروا إن هم يشتروا قصر ومعاهم 15 فدان أرض كمان، مع إن شغل فورنيه إن هو عامل غابات فقط. ولكن الإجابة جات عن طريق جان بيير هولجوراش، ده كان حرامي بنوك ومسجون في نفس الزنزانة مع فورنيه قبل ما يطلع فورنيه من السجن في شهر أكتوبر 1987. هولجوراش استعان بمراته فريدا هاميش عشان يسترد كنز كبير هو دفنه في الغابة، وبما إنها ما كانتش متأكدة هل هي هتقدر تعمل ده لوحدها أو لأ، استعانت بفورنيه وأوليفيه اللي كانوا قريبين منها إن هي تستخرج الكنز ده. الغريب إن الثلاثة قدروا يوصلوا للكنز ويستخرجوا كمية كبيرة جدا من الذهب والنقود والعملات، ولكن تفاصيل اللي حصل بعد كده ما كانتش واضحة، غير إن فريدا اتقتلت طعنا وحطوها في شنطة العربية اللي استخدموها عشان يوصلوا لمكان الكنز، ومحدش لقى جثتها لحد دلوقتي. في الجريمة دي بالتحديد فورنيه وأوليفيه كانوا بيلوموا على بعض في الموضوع ده. فورنيه أخذ الكنز واشترى قصر ب1,200,000 كاش، وفعلا قدروا يعيشوا من الفلوس دي 15 سنة. تعالوا نشوف الضحية اللي بعد كده واللي هي جوانا بارش. سنة 1990 جوانا بارش كانت معلمة إنجليزي وطالبة في مدينة نيوهام في جلوسترشاير. كانت شغالة في مدرسة في منطقة اسمها بورغوندي في فرنسا، وحطت إعلان في جريدة محلية بتعرض فيه دروس خصوصية في اللغة الإنجليزية. بعد ما جالها رد على الإعلان قابلت جوانا راجل في ساحة معروفة في أوكسير. الراجل ده كان بيدور على مدرس أو مدرسة. بعد كده الراجل ده مشي، وبعد كده قابلت ميشيل فورنيه اللي عرض عليها إن هو يوصلها لبيتها، ولكن لما دخلت العربية بتاعته فورنيه على طول هاجمها، ضربها واغتصبها وبعدين خنقها لحد ما ماتت. الغريب إن مونيك أوليفيه كانت قاعدة قدام في العربية. بعد كده فورنيه رمى جثتها في نهر يوان. الضحية اللي بعد كده هي ناتاشا دينيز. ناتاشا كان عندها في الوقت ده 13 سنة. ميشيل فورنيه وأوليفيه دعوها للعربية بتاعتهم لما طلبوا منها الاتجاهات لمكان، وده كان في نوفمبر 1990. كانت ماشية في موقف سيارات في لوكلير أوتو سود. خدوها المكان بعيد قريب من الساحل، وهناك فورنيه طعنها بصدرها بمفك مسامير، وبعد كده خنقها وساب جثتها على الشاطئ. ولكن بعد ما اتعمل فحوصات اتضح إن ناتاشا اتعرضت للاغتصاب حتى بعد موتها. الضحية اللي بعد كده هي سيرين ساسيون. في 17 مايو سنة 2000 بلغ ضابط شرطة عن اختفاء بنت أخته واللي كانت سيلين ساسيون، وكان مصر على أنها مش هربانة من البيت. وبعد كام يوم بالتحديد في 22 يوليو سنة 2000
لقى مجموعة من جميع الفطر البقايا العظمية بتاعتها موجودة في الغابة. ميشيل فورنيه استدرك سيلين وهي راجعة من المدرسة لعربيته اللي عمرها وقتها كان 18 سنة، وفي يوم 16 مايو سنة 2000 أخدها معاه لمنطقة سارت كاستين في بلجيكا، المكان اللي كان هو وأوليفيه ساكنين فيه من أوائل التسعينات، ورمى جثتها في غابة في منطقة اسمها سوجني. الضحية اللي بعد كده هي منانيا تومبوغ. في يوم 5 مايو سنة 2001 اختفت بنت تانية اسمها منانيا لما خرجت من المكتبة في سودان، وكان والدتها ووالدها خارجين إن هم يتسوقوا. لما ما رجعتش في نفس الليلة بدأت أمها تدور عليها في الشوارع وتنشر صور ليها وتسأل الناس لو حد شافها. وبالتحديد في مارس سنة 2002 لقى متسلق جمجمة وبعض الملابس في غابة في بلجيكا، وللأسف دي كانت بقايا منانيا تومبوغ. ميشيل فورنيه كان شافها قبلها بكام أسبوع وقرب منها في يوم من الأيام وطلب منها إنها تيجي وتلعب مع ابنه الصغير. اعترف فورنيه بقتلها ولكنه نفى إن هو اغتصبها، ومع ذلك أوليفيه اعترفت للشرطة في 1 يوليو سنة 2004 إن زوجها اغتصب البنت المذعورة دي والخايفة دي أكتر من مرة، وللأسف ما كانش فارق معاه أي حاجة. في خلال استجوابها قالت أوليفيه إن فورنيه قتل بنت كانت عندهم في البيت، كانت مربية وكان عندها 16 سنة. قالت إن فورنيه دخل أوضتها وبعدها سمعت صراخ وبكاء، وبعدها ما شافتش البنت دي مرة تانية. مش بس كده، أكدت إن هي اللي كتبت الإعلان وطلبت فيه مربية. يقال إن فورنيه قتل البنت دي سنة 1993، لكن ما تأكدش الموضوع رسمي ولا تعرفت هوية البنت دي. الشرطة هنا كانت عايزة تتحصل على أقصى عقوبة لفورنيه وأوليفيه، ولكن كانوا عارفين إن الموضوع هيكون أصعب مع أوليفيه لأنها كانت متورطة بس في جريمة واحدة. الضحية الأخيرة وهي إستل موزان. اختفاء إستل موزان حصل في 9 نوفمبر سنة 2003. كانت راجعة من المدرسة لبيتهم. القضية دي بالتحديد كانت من ضمن القضايا اللي السلطات ما قدرتش تربطها بجرائم ميشيل فورنيه. الشرطة عرفت إن في راجل قرب من واحدة من زميلاتها وعرض عليها إن هو يوصلها لأنها كانت شايلة شنطة تقيلة، ولكن البنت رفضت وقالت لا أنا قريبة من بيتي. الشرطة هنا أخدت رسم تقريبي للراجل ده، ومش بس كده، كمان نوع العربية بتاعته اللي كان لونها أبيض. أول شخص هنا اشتبهت فيه الشرطة كان ميشيل فورنيه اللي اتقبض عليه في يونيو سنة 2003، وساعتها كان موجود في بلجيكا، ولكنه كان عنده هنا حجة قوية. في الليلة دي ذكر إن هو كان بيتكلم في التليفون مع ابنه لأنه كان عيد ميلاده، وسجلات التليفون أثبتت فعلا المكالمة دي. ولكن في الاعترافات أوليفيه اعترفت وقالت إن هي قامت بالمكالمة دي بالنيابة عن فورنيه، وكمان قالت إن هي كانت بتهتم بإستل لما فورنيه رجعها على البيت بتاعهم، وكانت بتاخدها حتى للحمام وتهتم بيها. للأسف جثة إستل موزان لم يتم العثور عليها لحد النهاردة. مفيش حد يحب يكون في موقف إنه يدعي بس علشان يعيش، ولكن بالنسبة لبنت عندها 13 سنة كانت حقيقة وواقع مؤلم. في يونيو 2003 راجل سايق عربية بيضة وقف وسأل بنت عن الاتجاهات لمكان اسمه مونت دي ليسال، والبنت بنية طيبة ركبت معاه عشان تدله على الطريق. ولكن أول لما دخلت العربية كل حاجة اتغيرت. البنت قالت نظراته بقت غريبة وعينيه كانت فاضية من أي تعبير. كان بيبتسم ولكن مش ابتسامة عادية، ابتسامة شريرة كلها خوف ورعب. الراجل ده ربط رجليها وإيديها بالحبال وبعدين سألها سؤال صادم: أنت عذراء؟ ورد بمنتهى البرود: إنك لو كنت عذراء أنا هغتصبك. وهو سايق والبنت مربوطة في ظهر العربية بدأت تفكر بسرعة وتحاول تنقذ نفسها. بطريقة ما قدرت إن هي تقطع الحبال اللي مربوطة بيها وتنط بره العربية. قدرت إن هي تفك الرباط بتاع إيديها واستنت لحد ما العربية وقفت عند إشارة، وأول لما العربية وقفت بمنتهى الشجاعة جريت بره العربية. البنت الصغيرة دي قدرت إن هي تشاور بإيديها وبعينيها العربية. أول لما عدت لحقتها وشافتها. السواق هنا وقف بسرعة وساعدها إن هي تركب معاه. السواق هو كمان قرر إن هو يتصرف بسرعة، وفي لحظة واحدة في منتهى الشجاعة قدر إن هو يجري ورا العربية دي ويلحقها، ومش بس كده تخطاها. وبعد كده أخذ رقم العربية دي من اللوحة المعدنية وراح مباشرة على أقرب اسم شرطة وقدم البلاغ، واداهم رقم العربية دي علشان يلحقوا المجرم ده. الشرطة هنا لما لاحظت إن ده رقم عربية فورنيه بدأت تتتبع أثره، وفي 27 يونيو سنة 2003 بدأوا يفحصوا بيته باستخدام حفارات وتقنيات لاختراق الأرض. والغريب إن هم في البيت لقوا حاجات مرعبة: ملابس أطفال وقيات ذكرية وأقنعة، كلبشات، أقنعة استنشاق ومسدسات. ولما سألت الشرطة أوليفيه عن الحاجات دي نفت معرفتها بأي شيء، وكانت بتتصرف على إنها امرأة خاضعة ومش فاهمة أي شيء، ودايما بتبص لتحت في الأرض على جزمتها. أما ميشيل فورنيه رفض إن هو يتعامل مع الشرطة أو يتعاون معاهم أثناء التحقيق، فراحوا سألوا أوليفيه مرة تانية
وكان انطباعهم إن هي زوجة مطيعة لزوج شرير. الشرطة تقريبا يأست إنها هي تحصل أي دليل ممكن إن هو يورط ميشيل فورنيه في جرائم اختفاء الفتيات، خصوصاً إن فترة احتجازه كانت هتخلص خلاص قريب، ده في حال لو إن هم ما قدروش يثبتوا أي شيء ضده. تحملوا مع أوليفيه مقابلات طويلة جدا، واللي كانت بطبيعتها هادية جدا في المقابلات دي، وكانت ردودها فقط هز راسها أو إيماءات فقط. هل كانت بتحمي فورنيه؟ محدش كان قادر يحكم، ولكن بعد ضغط طويل ومقابلات كتيرة أخيراً أوليفيه هنا ابتدت تفتح قلبها، وبعد نص ساعة بس اعترفت ليهم ب6 جرائم قتل. ولكن الحقيقة الكاملة لعلاقتها بفورنيه كانت أظلم بكتير من أي حد يتخيله. المحاكمة بدأت في 2008 وتحولت لقضية كبيرة جدا في الإعلام بسبب الظروف والغموض المحيط بالقضية دي بالتحديد. رغم إن فورنيه كان معروف إن هو مغتصب وقاتل مدان، ولكن كل الأنظار كانت مركزة على أوليفيه. إزاي امرأة وأم ممكن تساعد جوزها في اغتصاب وقتل بنات صغيرين؟ وده كان على مدار 10 سنين. أوليفيه كانت معروفة بدورها كأنها زوجة مطيعة واللي خايفة من جوزها العنيف والشرير، ومضطرة إن هي تنفذ خطط الشريرة دي عشان ببساطة هي خايفة إن ممكن يعمل معاها زي ما بيعمل مع ضحاياه. الشرطة هنا كانت دايما تأكد إنها بتبان كأنها زوجة خاضعة بسيطة وكسولة، ولكن مش كل الناس صدقت الكلام ده. في سنة 2005 اشتغل خبراء نفسيين اختبارات على أوليفيه عشان يحددوا مستوى ذكائها. في من ضمنهم اختبار كان مطلوب منها إن هي ترتب كتل بيضة وحمراء. أوليفيه حصلت في الاختبار ده على 36 من 40، والغريب إن المتوسط في فرنسا وقتها كان 11. وكان في اختبار تاني برضه اسمه رموز، كان بيطلب منها إن هي تحفظ رموز وتطبقها بتسلسل معين مع بعض الأحرف. الغريب هنا إن أوليفيه حصلت 76، والأغرب من كده إن المتوسط في فرنسا كان 17. يعني معدل ذكاء مونيك أوليفيه كان 131، وده خلاها من ضمن أعلى 2.2% من سكان فرنسا. وهنا بقى واضح إن هي مش مجرد زوجة خاضعة وبسيطة، وبدأت تظهر كأنها شيطان والعقل المدبر ورا كل الجرائم اللي ارتكبها فورنيه. خلال المحاكمة ميشيل فورنيه بقى شخص لا يطاق، كان رافض يرد على أي أسئلة، ورفع ورقة مكتوب عليها مفيش جلسة مغلقة الفم مقفول. وبرضه طلب غريب جدا، طلبوا من هيئة المحلفين الستات إن هم يعترفوا هل كانوا عذراوات وقت الجواز بتاعهم أو لأ، والطلب ده طبعا اترفض. بالتحديد في 30 إبريل سنة 2008 المحكمة صرحت عن تفاصيل حياة فورنيه وأوليفيه الجنسية. فورنيه هنا كان بيعاني من ضعف جنسي، وكان دايما محتاج إثارة من أوليفيه عشان يقدر ينفذ الاعتداءات بتاعته دي. أوليفيه برضه اعترفت إن هم كانوا بيعيدوا تمثيل نفس الجرائم دي في حياتهم الجنسية، وكانت بتطلب منه إن هو يغتصبها زي ما كان بيعمل مع الضحايا بتوعه. مش بس كده، ده اكتشفوا إن أوليفيه كانت هي اللي بتتحقق إن البنات دول عذراوات ولا لأ. أثناء المحاكمة لما بدأت أوليفيه إن هي تدافع عن نفسها، عائلات الضحايا حطوا صور بناتهم مع وردة بيضة وطلعوا بره المحكمة وقالوا إن هم مش عايزين يسمعوا أي حاجة ممكن إنها تقلل أو تبرر دور أوليفيه في الجرائم دي كلها. ولكن الدفاع اعتمد بشكل كبير على إن مونيك أوليفيه تستاهل عقوبة أخف من ميشيل فورنيه لأنها فقط كانت متباطئة معاه، وإن كونها أم بيخلي الحكم عليها أشد ظلم، خصوصاً إن فورنيه برضه كمان كان أب، ولكن ما كانش بتقابل بنفس الكراهية اللي كانت بتتوجه لأوليفيه. ميشيل فورنيه اتحكم عليه بالسجن مدى الحياة بدون أي قابلية لإطلاق السراح المشروط. أما مونيك أوليفيه فاتحكم عليها بالسجن لمدة 28 سنة وبرضه من غير أي إطلاق سراح مشروط. ميشيل فورنيه كان بيعاني من مرض الزهايمر ومشاكل في القلب، مات في السجن وهو عنده 79 سنة غير مأسوف عليه، وبالتحديد ده كان في سنة 2010. ولكن بالنسبة لمونيك أوليفيه هتكون مؤهلة إن هي تقدم طلب لإطلاق سراح مشروط سنة 2032 اللي في الوقت ده هيكون عندها 82 سنة. انت دلوقتي كنت بتتفرج على كريمنال بالعربي، البرنامج اللي بيجيب لك أبشع القصص عن قضايا مقفولة وقليل جدا اللي اتكلم عنها. لو عجبتك الحلقة دي ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، وروح شوف الحلقات اللي فاتت والتحقيقات اللي احنا عملناها قبل كده، واستنانا في الحلقة الجاية. شكرا ليكم.